عارفين احساس اللحظه اللي طبق الاكل بيتحط على الترابيزه وانتوا جعانين بعد يوم طويل وعايزين حاجه لذيذه وخفيفه تتفرجوا عليها؟ اهو ده بالظبط احساس فيلم آل شنب. فيلم آل شنب عباره عن سكتشات حلوه جدا كل واحد لوحده، بس لما يتحطوا في سياق فيلم واحد ما تبقاش فاهم مين بيودي على فين. الفيلم من انتاج سنه 2023 واتعرض في مهرجان الجونه في دورته السادسه. الفيلم مشروع لذيذ جدا بيحكي قصه عيله مكونه من 5 اخوات، 4 بنات وولد. الولد اسمه حسين وبيأدي صوته بيومي فؤاد، والقصه بتتحكي من وجهه نظر الشخصيه الرئيسيه اللي هي ليلى وبتقدمها اسماء جلال. ليلى كانت حسيت اني بكلم ليلى ليلى اللي قاعده قدامي ليلى مش معقول اللي انت بتعمليه ده. ليلى كانت بتعاني من تحكم امها وكانت قريبه جدا من خالها بيتوفى، فالعيله كلها بتاخد بعضها ويسافروا اسكندريه عشان يحضروا العزاء. وهنا بنبتدي نشوف مجموعه كبيره من المفارقات الكوميديه بمجرد ما العيله كلها تتلم تحت سقف واحد. تعالوا اعرفكم على عيله آل شنب. رقم 1 معانا ليلى علوي بدور نيلي شنب. رقم 2 سوسن بدر بدور نبيلة شنب. رقم 3 لبلبة بدور نهى شنب. 4 واخر حاجه هيدي كرم بدور ندى شنب. تركيبة عيلة آل شنب مليانة تناقضات متنوعة وثرية جدا، وبمجرد ظهور كل شخصية بنقدر نعرف خلفيتها كويس قوي. من غير ما نطول عليكم أكتر من كده، تعالوا نقول لكم الآراء اللي سمعناها لحد دلوقتي من ناس شافت الفيلم. رقم 1 كاست الفيلم. الكاست يا جماعة مفهوش ولا غلطة، كله متسكن صح قوي للشخصيات اللي كانوا بيلعبوها في الفيلم، وحتى الجيل الصغير كله قدم شخصياته بشكل كويس جدا. بس احنا حسينا ان اداء نورين ابو سادة كان محتاج شوية توجيه، وخصوصا ان دي من اول تجارب التمثيل ليها. اوكي ممكن بعد المخرجة تعمل حمكم الله كليتك على الارض. بس اللي فعلا كانت خطيره هي هبه يسري مخرجه فيلم الهوى سلطان اللي كانت بتقدم دور مراد شريف. رقم 2 مستوى الكوميديا في الفيلم. في مشاهد كوميديه في فيلم آل شنب هتفضل بتضحكوا كل مره هتشوفوا فيها الفيلم، خصوصا المشاهد اللي موجود فيها التقال سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة، وده بسبب الكيمياء الخطيره اللي كانت بين شخصياتهم. رقم 3 ضيوف الشرف. من غير ما نحرق اي حاجه، ضيوف الشرف اللي ظهروا كلهم في الفيلم اضافوا كتير جدا للفيلم ومشاهدهم هتعجبكم جدا. رقم 4 المشهد الافتتاحي للفيلم. المشهد الافتتاحي لفيلم آل شنب من ألذ الافتتاحيات في تاريخ السينما المصرية، الحوار مكتوب كويس جدا. رقم 5 وهي فكرة الفيلم. فكرة الفيلم كانت حلوة جدا، وازاي قدمت موقف زي العزا حاجة باي ديفولت حزينة جدا وصلت للمشاهد بشكل كوميدي وخفيف، تحس ان هي حاجة ريليتبل انت عشتها قبل كده مع اهلك او لوحدك، او مش عارف انا بقول ايه والجملة طولت قوي. فكرة الفيلم حلوة جدا لأنه بيورينا مواقف مرينا بيها مع أسرنا، موقف ممكن يكون حزين جدا حاجة زي عزا ولكن يوصل للمشاهد بشكل كوميدي. من الآخر عارفين عزا العيلة والمواقف الكوميدية اللي بتحصل فيه، حاجة حزينة زي دي هتعرفوا تريليتوا وتضحكوا عليها. رقم 6 الكتابة. زي ما عارفين الفيلم من إخراج أيتن أمين اللي أخرجت فيلم فيلا 69 وشاركت في إخراج مسلسل سابع جار، وفي الفيلم ده شاركها في الكتابة أحمد رؤوف وإسلام حسام. الفيلم مليان أحداث ولكن ما فيش سرد كافي يربط ما بينهم كلهم، زي ما تقولوا كده أكلة مكوناتها كلها فريش وتحفة بس ما تسبكتش صح. وده كمان انعكس على نهاية الفيلم، زي ما قلنا أكلة مكوناتها كلها تحفة وفريش بس ما تسبكتش صح. الفيلم في النهاية كأنه اتكروت. في النهاية يا جماعة الفيلم يستاهل انكم تشوفوه. زي ما قلنا لو عايزين حاجة تتفرجوا عليها وانتوا بتاكلوا أكلة حلوة بعد يوم طويل، فيلم آل شنب هو الفيلم المناسب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. قولوا لنا لو شفتوا فيلم آل شنب رأيكم فيه، ولو لسه ما شفتوهوش محتاجين تروحوا تشوفوه. ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، ونشوفكم في حلقة جديدة من أفلام العصاري قريب، وباي.